اول حاجه غنبدا بهذا الفيديو الاخوان هي سارفع قبعتي الى هذا الخطيب الرائع اللي هضر على الشعب المغربي ديك النهار فاش وقعت دوك الاحداث ديال سبته. والاخبار اللي ما غتعجبكمش هي في الاخر ديال الفيديو. تصنتوا مزيان اشنو قال عليكم، وما تنساوش ديروا لهذا الفيديو اعاده نشر واللايكات والبارطاج. لا تصنتوا معايا. لابد انها تؤدي الواجبات عليها تجاه المواطن، توفر ليه التعليم، توفر ليه الصحه، توفر ليه الفرص ديال العمل، توفر ليه الامن، توفر ليه الاستقرار. باش نقولوا كذلك هذا المواطن، ايها المواطن حتى انت عندك حقوق خاصك تاديها للدوله. ولكن ملي تيجي المواطن ولا الشاب ولا الانسان كيف ما كان وكيلقى راسو لا تحقق له الدوله اي شيء من هذه الاشياء، وما كاين حتى شي سبب من هذه الاسباب اللي غادي تخلي انه يبقى في هذا البلد. هنا ما نجيوش نقولوا ليه لا راك انت كاره لوطنك وانت لا تحب وطنك، لا، نشوفوا الاسباب. ولذلك لا بد للمسؤولين على هذا البلد والمسؤولين على هذا الوطن انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم في توفير فرص لهذا الشباب الذي يترك بلده. وهذا الشباب اللي كيرمي راسو نحو المجهول ويرمي راسو في البحر ويخلي الاهل ديالو ويخلي الوالدين ديالو ويرمي براسو للتهلكه. احنا ما كنشجعوش نقول لهاد الشباب لا سيروا روحوا راسكم في البحر ولا رميوا راسكم للتهلكه. لا، يكون عندهم واحد الوعي ويكون عندهم واحد العقل وتكون عندهم واحد الثقافه باش ما يجيش الشاب ويجي ويلوح راسو هكا في البحر. علاش؟ لان ما عندوش وعي، ما عندوش ثقافه، ما وجدناش المناهج دراسيه اللي نربيه ونعلموه ونبنيه واحد الانسان اللي هو انسان واعي وانسان عنده ثقافه وانسان اللي عارف بانه حتى لا بغى يمشي لواحد البلاد اخرى خاصو ديك البلاد يمشي ليها بوعي ويمشي ليها بثقافه. والخبار اللي قلت لكم الاخوان هو ان هذا الخطيب تم التوقيف ديالو من خطبه الجمعه وما بقاش غادي يعطي الخطبه من طرف هذوك اللي على بالكم راكم عارفين اللي باغيين اصلا الشعب المغربي يبقى يضرب في العذاب فابور. الله يعاونكم.